في ماتش جمهور النادي الاهلي عمل سيمفونيه من 2008 وجمال 2009 وجمال 2011. الالتراس اهلاوي قدموا النهارده نموذج في التشجيع، عارف انت؟ ايوه كده، على طول سامع التشجيع، على طول سامع الحماس. النادي الاهلي يفوز على ايجل البراندي طبعا 1-0 ذهابا وعودة، بمجموع المباراتين يبقى 2-0. يعني في حكم تقريبا المفروض يتشطب من حاجة اسمها كرة قدم، هو ما ينفعش يحكم اصلا يعني. في فاولات كتير ما بيحسبهاش. انا الطرد ده مجنني، يعني ايه جراديشار يعمل للواد كده؟ يعني كده بس، يعني اوعى بس، يعني ريحتك وحشه او اي حاجه يعني عادي يعني. ما هو ممكن يكون بيتنمر ولا اي حاجه، فعشان الريحه وحشه العرق فبيقول اوعى كده. يعني ليه طرد؟ يعني مش فاهمها لغايه دلوقتي. ده تقريبا لو راح للفيفا يعني تقريبا ده هيقدم فينا محضر تقريبا يعني. الكاف طبعا احنا عارفين الكاف وفساد الكاف والحاجات اللي بتحصل في الكاف. بيقدموا لنا حكام اقسم بجلال الله تقريبا يعني مع احترامنا، يعني ما تحكم لديروت وبني سويف يعني في الدرجة العاشرة بتاعنا. فالحمد لله ان الاهلي يفوز في مباراة مهمة ويصعد لدور المجموعات، وباذن الله باذن الله يبقى في الاخر انا حاسس كده بدايتنا بداية تروب بداية كولر. فيعني ان شاء الله ننتهي بالبطولة كده واحنا فرحانين بالثالثة عشر.